أهلا بكم من جديد في فقرة بين قوسين. بعد 10 سنوات تقريبا من البحوث والتجارب في مخابر وطنية وأجنبية، يعود إلينا السيد الطبيب الدكتور توفيق زعبيط بدواء وهو اختراع فريد من نوعه في العالم، دواء لعلاج السكري، هذا المرض الذي ربما يعاني منه أكثر من 4 ملايين مريض في الجزائر لوحدها والملايين في كل العالم. هذا الاختراع الفريد من نوعه، نعم، هو من اختراع طبيب جزائري من قسنطينة من الشرق الجزائري. نرحب جميعا بالسيد توفيق زعبيط الذي سنتكلم معه عن هذا الاختراع الكبير وهو مفخرة لكل الجزائر. تفضل سيد توفيق. أهلا وسهلا بك دكتور توفيق، مبروك عليك ومبروك علينا وعلى الجزائر، وبشرى لكل المرضى اللي يعانوا من هذا الداء الفتاك، يعني الملايين من المرضى فقط في الجزائر وربما ملايين أخرى كبيرة جدا في العالم. 10 سنوات من التجارب، من البحوث، من التعب، من ربما التنقل بين الجزائر والدول الأخرى، في الأخير تكتشف علاج لداء السكري. هل يعني لك أن تلخص لنا يعني هذه 10 سنوات، تلخصها لنا في عجالة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. علاج مرض السكري، أو يعني ماهية هذا